طيب في بس نقطة ما ذكرتهاش الفيديو اللي فات، اللي هو يا صاحبي معلش يعني أنا الموسم اللي فات أنا دايس على وشك في كل البطولات اللي قابلتك فيها، فمالوش داعي الفرحة الهستيرية اللي أنت فرحانها دي، يعني ده ماتش ب3 نقط لا راح ولا جه. مش فاهم بجد والله يا جماهير ريال محسسني إن هم واخدين الشامبيونز ليج ولا حاجة. ده كل ماتش ب3 بونت. الموسم اللي فات كسبانك ليجا، كسبانك دوري، كسبانك كاس، كسبانك سوبر اسباني، كسبانك في كل البطولات اللي قابلتك فيها. دوري الابطال انت طالع من انت انا مكمل لحد نص النهائي، فصباح الفل انت مش عشان ما كسبت ماتش ب3 بونت ولا متصدر الليجا غلطين ورا بعض خلاص يعني هتركب السلام. وحد الله كده وتعالى يركن على جنب، تمام؟ هدي اهدى. اجي بقى لبرشلونه ومشاكل برشلونه. انت يا عم لامين يامال ساحر، بص انت اعظم من لمس الكوره. انت احسن من، يعني بص انا ماليش دعوه بقصه النسوان دي، انا اكيد مش هنزل للمستوى ده ولا هتدنى للمستوى ده ولا اتكلم فيه، لان البوستات دي بقت مقرفه. انت بره الملعب انا ماليش اي دعوه بيك ولا لي اي علاقه بيك نهائيا باي شكل من الاشكال، انا ماليش دعوه بيك يا عم. اعمل اللي انت عايزه بره الملعب، لكن جوه الملعب انا من حقي انتقدك، تمام؟ انا راجل الجمهور فمن حقي انتقدك. انت دلوقتي من ساعه ما الموسم بدا قدمت ايه؟ يا عم بص انت احسن من ميسي اللي انت هياخد رقم، وانت احسن من رونالدينيو، انت احرف واحد لمس الكوره، بس انت من ساعه ما الموسم ده بدا انت قدمت ايه؟ يعني والله سؤال واجابه، وانت قدمت ايه من ساعه ما الموسم بدا؟ احنا لاعبين لحد دلوقتي 9 جولات في الليجا، 4 او 5 جولات ولا 3 جولات في دوري الابطال. انت بقى قدمت ايه في كل الموسم من ساعه ما بدا؟ الموسم بدا بقى له شهرين اهو. قدمت ايه؟ ولا حاجه. بلح. ما جيتش. فيش. رافينيا بنص رجل احسن منك، رافينيا مؤثر عنك. اقسم بالله كنت اتمنى الاصابه بتاع رافينيا دي فيك. اقسم بالله رافينيا اقل ما فيها ان هو راجل بيحارب في الملعب، لكن انت بتعمل ايه؟ انت النهارده على فكره انا مع اني ضد اي وسائل استفزازيه بتحصل من لاعيبه ريال مدريد تجاه لاعيبه برشلونه او العكس، انا بكره حته ان اللاعب يكون مستفز دي، عشان كده بكره فينيسيوس. ولكن اقسم بالله اي واحد يستفز لامين يامال النهارده انا فرحت عادي قشطه، دوس على وشه. انا نفسي اي واحد النهارده في ريال مدريد يساوي وما يساويش يروح يدوس على وش لامين يامال. والله دوس على وشه واستفزه واعمل اللي انت عايزه، يمكن يفوق لنفسه والله، يمكن يعرف ان الكره جوه الملعب مش بره الملعب، يمكن يعرف ان هو لسه صغير ولسه بدري قوي على الجو اللي بيعمله ده. وعندي مثال بسيط، بس مثال بسيط، ميسي ورونالدو. تخيل ميسي ورونالدو اللي هو حرفيا لو قالوا لنسوان العالم تعالوا هيجوا، حرفيا كل واحد فيهم مكتفي بواحده بس. مش بيعك يا عم لامين، مش بيروح يظهر في نقطات، مش بيروح يشارك في دوري اسمه دوري الكينجز ولا دوري معرفش ايه اللي انت مضيع نص وقتك فيه. يا ابني ركز في الكوره، ركز في الملعب هتنجح، غير كده انسى. وعلى فكره انا نفسي مش مستني منك اي حاجه والله العظيم، ومقولها من زمان.